السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جاكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناه ام العين. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. دول اللي فاضلين معانا من الفراخ اللي كانت موجوده هنا في العشه دي كلها، دول اللي فاضلين معانا هندي وبرهمه. الكتكوت الفرخ البرهمه اللي هو الكمشان ده اللي كان في البيت التاني، فانا جبته عشان احسن من وضعه هنا مع الفراخ هنا. انما اللي كان موجود معايا هنا بسم الله ما شاء الله حجمه جميل جدا جدا وكويس جدا جدا، بس ده اتبهدل مع الفراخ اللي هناك، فانا جبته بقى عشان هنا ياكل علف صافي وتحسن من النمو بتاعه ويظبط الدنيا معاه ان شاء الله مع الفراخ هنا. دول الوقت معانا حاليا 2 هندي، البيضه اللي هناك ديت هندي، والابيض فرصاصي الاسود فرصاصي ده، واللهم صل على محمد، واربعه جميزه، اربعه قصدي بزراميط، واتنين برهمه، اتنين برهمه، اتنين هند، اربعه بزراميط. دول اللي موجودين معانا حاليا هنا في العشه دي. هنشوف برضو اللي فاضلين معانا في الاوضه الثانيه، نشوف ايه اللي موجود معانا. كل ده الوقت هنعمل روتين جامد جدا جدا. هنكنس المكان ده دلوقتي وهنلم البرهمه والبزراميط والهند الكبار هننقلهم هنا، والصغير هنسيبه جوه ان شاء الله. بس لما نشوف ايه اللي فاضل معانا في الاوضه جوه، نفتح كده وندخل ونسمي بالله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لان معانا هنا بزراميط، شايفين الفيران؟ نذكر الله. معانا هنا بزراميط كبير، فهننقل بقى البزراميط الكبير والهندي والحاجات الايه اللي هتقدر تستحمل مع الفراخ التانية هننقلها وياهم، والصغير هننقله في العشه الايه اللي هتبقى مجوره لهم ان شاء الله. فشيء يتحط في العشه اللي بره وشيء في العشه التانية، وهنكنس الاوضه ديت وهننضفها بس اي وقت تاني عشان نحط فيها، نجيب ان شاء الله نجيب دوره فراخ بيضه اذا اراد ربنا، عشان نشتغل بقى ايه فراخ بيضه ان شاء الله. فربنا ييسر الامور للجميع، ربنا ييسر امورنا جميعا يا رب اللهم امين. نبدا بقى نجيب لمبات حمراء لان الجو بدا يرطب، فعايزين نظبط الدنيا مع الفراخ بتاعتنا ومع الطيور بتاعتنا كلها ان شاء الله. فهنبدا اول حاجه هنكنس العشه ديت الاول، المكان ده الغرفه الصغيره دي هنبدا نكنسها وننقل الكبار كلهم في المكان ده، هنفرشها وننقل فيها، والمكان نضيف ملوش اي ريحه خالص. بس انا هنضف وهكنس برده جرده بالجاروف على السريع كده، وهكنس اللي جوه وافرشها وهنقل فيها الفراخ الصغيره اللي هتفضل معانا، هنقلها في المكان ده وهننضف وهننقل ونرحل كل حاجه مع بعض دلوقتي حالا. خليكم معايا. كنت مفكره الموضوع بسيط يا حبايبي، ما طلعش بسيط خالص. انا مسكت الاوضه نضفتها، جبت الاقفاص اللي كانت موجوده نفضتها كويس وكنست تحت منها وحطيتها هنا عشان الفراخ تبات عليها. لميت الكنسه بجنب اهوت. ما طلعش الموضوع بسيط، انا كنت مفكره الموضوع بسيط بس في كنسه لازقه في الارضيه كان لازم افحر ده كله بالجاروف. الجاروف بتاعي ده حلو جدا جدا، كنت عاملاه عند واحد حداد، وحاطه ايد مكنسه، الايد البلاستيك بتاع المكنسه عشان يبقى حنين على ايدي. ما رضيتش اعمل لها ايد حديد، يعني انا حطيت لها ايد بلاستيك عشان تبقى حنينه على ايدي ما تبربقش ايدي، وعملت لها كفه بس، يعني هي الكفه بس اللي حديد، وعملت الايد بلاستيك. جربت كله اهو. تمسكوا بقى اعبيه وايه وهفرشها تبن وهنطلع الفراخ مع بعض دلوقتي ان شاء الله. بس انا جبت الشكاير اعبهم بس الاول الاوضه مكتومه من الرماد اللي فيها، فانا هرشها ميه خفيفه كده ارطب التراب اللي فيها، وبعدين افرشها تبن، وبعدين هطلع الفراخ فيها، وبعدين ندخل نكنس العشه اللي جوه. فربنا يعيننا جميعا يا رب، ربنا يعيننا جميعا. تمام كده يا حبيب قلبي. فرشت المكان اهوت، لميت الكنسه كلها عبيتها وفرشت المكان وطلعت السقايه حطيتها على كرسي حديد كده من بتاع السقايات، وادي العلافه بتاعتهم لسه هجيب لهم بقى العلف دلوقتي. هنبدا نخرج اللي في العشه دي دلوقتي الاول عشان ننضف المكان. دول هنخرجهم عشان ننضف المكان للتانيين، والكبير في التانيين هنطلعه برده مع دول. يلا حبايبي كده اطلعوا. يعني هو الايه اللي راحمني دلوقتي ان انا بكنس بالليل، والاماكن قريبه اللي هنقل منها الطيور قريبه من بعضها، فمش هيتعبوني زي ايه زي اللي انا وديتهم من البيت ده البيت التاني. يعني لا همسك ولا هعمل، انا هسقهم بس كده بالمقشه وربنا يهديهم ويطلعوا. لو واحده طلعت الكل هيطلع، بس فين بقى على ما المخ يشتغل. يلا ربنا يهديكم. اما الدماغ اشتغلت طلعوا كلهم، ربنا يهدي يا رب. بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت لكم ان انا هسيب البزراميط والهند والبرهمه مع بعض عشان ارعاهم رعايه خاصه، لان دول هسيبهم للانتاج فعايزين رعايه خاصه. فهنشوف برضو الكبير في الاوضه جوه، ممكن اخرجهم كلهم مره واحده لحد بس ما اجهز مكانه، وبعدين انقض الصغير ارجعه مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم.
نحاول بقى نعمل حجزه هنا عشان نعرف نخرجهم مره واحده. نجيب ايه، نجيب دي مثلا نحطها. اهم شيء اوعي تكسر اللمبه. يا سبحان الله، جايه من المقاس بالظبط، جايه على المقاس بالظبط عشان نخرجهم على طول. برضه هنخرجهم كلهم لحد بس ما انضف المكان لهم هناك، وبعدين انقض الصغير مع اللي هيبقى في البوكسه هناك هدخله العشه التانيه. بس احاول بس اخرجهم من هنا. كل ده بقى هندي على بزراميط على براهمه، ان كان فيهم كتكوت او 2 بلدي ولقيتهم ضعاف فسبتهم لحد ما يكبروا بس، وهنقلهم البيت التاني. يلا حبايبي كده، يلا حبايبي اللي عليكم تنحوني. دول اللي هينحوني فعلا لانهم بيطيروا وهيقزحوا من هنا لهنا. ممكن اللي تخاف منه ما تلاقيش احسن منه، الله اعلم لسه. يلا يا حلوين، لا ما تخشوش ورا الباب، احنا بقينا بالليل ومفيش يروح للمناحيه. يلا يا حبايبي اطلعوا اطلعوا يا كتاكيت، يلا يا امامات كده، يلا يا حلوين. انفخ تخينه، ما انا هجيبهم من هنا هيجوا لي هنا. شوفوا اهو ده بقى اللي انا بخاف منه. يلا يا حلوين اطلعوا. حاجه نسند بيها الباب عشان ما عادوش يدخلوا ورا الباب. تستاهل تستاهل. قلت لك اطلعي يا حلوه. يلا نحط ديت قدام الباب. تعالي يا حلوه، عدي عدي يا ابله، عدي يا ابله. اظن كده ما عادش لكم مخرج يعني غير كده، انتوا تطلعوا بره على طول. الباب اتفتح على وسعه اهو. الولد اصلا بقى فيها كحار كتير وعايزه اعملها عشان الفيران بوظتها، عشان لما اجيب دفعه فراخ بيضه ما الحته ما يبقاش فيها فيران وياكلوا الفراخ البيضه وهي صغيره. يلا بره بره يا معلمين. يلا ربنا يهديكم، ربنا يهديكم بالله عليكم. اطلع يا عم الحاج كده على طول. يلا ريح تاني يا عم الحاجين. شيخ التليفون فصل وانا بصور وفرخ منهم دخل ورا الباب. ده بلدي بس صغير، ما ينفعش اوديه البيت التاني. دي بربره بلدي اهي، ما ينفعش اوديها البيت التاني لانها صغيره لسه. انا ممكن اسيبهم كل الكميه مع بعض هنا عادي، بس للاسف في فراخ صغيره في البوكسه جوه عايزه ادخلها في العشه التانيه وانقل معاها الصغير اللي موجود هنا عشان برده ما يبهدلوش بعض. يعني في صغير جامد هنا عايزه انقله جوه، يعني ايه ما احطش كله مع بعضه كده، لان في صغير لسه عايز ياكل ناعم، في صغير عايزه اكله ناعم، ولا اسيبهم ياكلوا خشن مع بعض ولا ايه، ما مش عارفه بالظبط. انا مش عارفه. بقول اكنس العشه دي واسيبها نضيفه لاي طيور تانية اجيبها، واجيب كل الطيور مع بعضها هنا واحط علافه ناعم وعلافه خشن، ولا ايه بالظبط مش عارفه. فالدنيا هتمشي معانا دلوقتي وهنشوف الدنيا هتوصل لايه ايه، وهرجع لكم تاني. احنا هنا عند البوكس اهو يا حبايب قلبي. شايفين الفراخ الكبيره ديت؟ انا جبت 3 همت، والسمانه اللي موجوده معانا. فهنقل الكبير اللي موجود هنا لسه فيه 3 فراخ موجودين او 4، ومعايا 3 في ايدي والسمانه، فهنقلهم كلهم بره وهسيبهم في مكان واحد، وهعلف علافه ناعم وعلافه خشن، واريح دماغي واكنس الاوضه واكنس العشه، بحيث ان ما يبقى عندي اي طيور تانية يبقى في اماكن عندي نضيفه. وهحط علافه ناعمه وعلافه خشنه واحط لهم كمان سقايه، واسيبهم بقى في المكان. وهاجي على الباب ده هقفل نصه مشمع، هسيب بس شراعه صغيره كده انها تدخل لهم تهويه، وهجيب لهم لمبه حمراء. هجيب لهم لمبه حمراء 200 لان الجو بدا يرطب، فالجو بقى فيه رطوبه بالليل. او هشتغل على ديت عادي دلوقتي او بلمبه 100، بحيث ان المكان يبقى دافي ليهم بالليل وبالنهار، لان فيهم فراخ صغيره. فانا زي ما قلت لكم ان دي كل اللي موجود معانا حاليا. جميز بتاع بزراميط عفوا وهندي وبراهمه. اللي موجود معانا كل الوقت هندي وبراهمه وبزراميط. لو في كتكوتين او 3 بلدي بس عشان حجمهم صغير فانا سبتهم موجودين في المكان لحد بس اسبوع زمن، وهتلاقي كل الفراخ فاقت مع بعضها وتبقى الدنيا تمام. نجيب اللي فاضلين جوه برده، وهكنس العشه برده مش هكسل عنها، هكنسها. يبقى فاضل معايا الاوضه واوضه الفقاسه. بكره بقى ان شاء الله عندي شويه غسيل اغسلهم، وبعد ما اغسل شويه الغسيل افوق لكنيس القطين.
عشان بس البطاطين الصغيرين اللي طالعين دمت ما يتبهدلوش. انا قلت هنقل الكبار اللي موجودين هنا دول كمان 3 همت، واحد برهمه واثنين، واحد برهمه وواحد هندي وواحد بلدي. شوف لو لسه حاجه برضو نجيبها، ونسيب الصغننين خالص. ده صغير وده صغير. نجيب البطايتين الكبار دول، البطايتين الكبار دول برضو نطلعهم اهمت كده. الدنيا تمام كده مع بعضهم كده، الدنيا تمام. والقطط هنا جنب منهم في الاوضه جوه، وربنا يسترها بقى من الفيران. هعلف بقى علف ناعم وعلف خشن. معايا هنا الناعم اهو، الخشن فوق هجيبه هعلف. كنت علفه ناعمه وعلفه خشنه. مش هنكتر بقى احنا بالليل، مش هنكتر. انا ما بكترش العلف بالليل، يعني حاجه بس ايه تصبيره لهم ان هم ياكلوا فيها بالليل كده وخلاص. ادي العلفه الناعمه، ونجيب لهم شويه خشن عشان الطيور الكبيره تاكل خشن. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير اللهم امين. نقفل بقى البوكس على دول بقى كده. البوكسه بقت رايقه ليهم. الصبح برده هكنسها وانضفها، يبقى على قد دول بسيطه جدا جدا، مفيش فيها اي مشكله. احنا طلع لنا 3 بطايات صغيرين من الفقاسه من امبارح اهمت قدوا كده. السودا دهيت و2 بيض، ولسه معانا بطايه بيضه من التانيين كانت هي قليله عن اخواتها، فدول اللي موجود معانا حاليا كده. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. اسيب البوكسه بقى على قد دول لما يكبروا شويه، على ما يطلع لنا دفعه فراخ من الفقاسه يكون ربنا سهل وخرجنا دول من البوكسه، او ننزلهم في العين التحتانيه. يا جماعه والله العظيم تربيه الطيور مش بالساهل، وبهدله ومفيش بعد منها بهدله. احلى بهدله والله، احلى بهدله. نشوف الفقاسه بتاعتنا برده، نقلب البيض بتاعنا كده على السريع قبل ما نطلع برده. بسم الله. ده البيض اللي موجود معايا. النمل دخل الفقاسه، يعني من كتركم داخل لكم نمل. دي بيضه باظت اهي، والنمل دخل من خلالها. هنرش ميه عشان يطلع. يعني حتى الموضوع بسيط والنمل مش سايبني في حالي، والله الموضوع بسيط خالص. انا عندي بيض بس مش راضي ارصه الا لما اعمل الرف بتاع الفقاسه، اعمل لها سلوك جديد كده. احنا تمام، ما عادش في اي مشكله خالص بالنسبه لنا. هنجيب بقى ايه طبق علف خشن ونحطه للفراخ دي. وهكنس بقى العشه بتاعتنا عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. هكنس العشه بتاعتنا واظبط الدنيا كده. احنا امورنا تمام. الميه ديت فيها ليمون يا حبايبي، الميه ديت فيها ليمون. دي كميه الكتاكيت اللي موجوده معانا كلها دلوقتي. كل الهندي والبراهمه والبزراميط اللي موجود عندي صغير كله موجود معانا هنا حاليا. فالكميه دي كلها للتربيه، مش هبيع منها اي حاجه خالص نهائي، عشان ما حدش يقول لي يا ام ليلى انا عايز هندي او براهمه او بزراميط. الكميه دي كلها انا هربيها لبيتي، هربيها لبيتي عشان اوسع من انتاجي، مش هخرج منها اي حاجه. معانا هنا حاليا 4 بطايات موجودين في المكان هنا. هم المكان هنا يبقى واسع لهم، هيجروا على الارض وهياكلوا وهيشربوا في وسط الطيور. هم بداوا ياكلوا من العلف الناعم، فانا هلحق اجيب لهم الخشن عشان ما يخلصوش الناعم ويوفروا حاجه للفراخ الصغيره. ربنا يبارك يا رب للجميع ان شاء الله. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده. هكمل بقى من الروتين براحتي وعلى مهلي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. استنوني فيديو جديد واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.